أنا ريهام بعمل أكلات سهلة وسريعة، وفي الفيديو ده هوريكي ازاي تقدري تعملي الشاورما زي المطاعم بالظبط. بس قبل ما نشوف الفيديو، ولو أول مرة بتشوفيني، ما تنسيش تشتركي في القناة عشان دايما تشوفي كل فيديوهاتي الجديدة. استخدمت كيلو لحمة قطعية الانتركوت، مقطعاها شرايح طويلة رفيعة بالسمك ده. هبدأ أنزل التتبيلة، عبارة عن كوباية مية بصل، معلقة كبيرة من الليمون، و2 معلقة كبار من الصلصة، وكوباية زبادي كبيرة. والتوابل: معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر والحبان والورق اللورا المطحونين والجنزبيل والبابريكا والكبة الصيني. وهضيف معلقة كبيرة من كوز الطيب مبشورة فريش، و2 معلقة كبار من السكر، والسكر هنا مهم في تتبيلة الشاورما، ومعلقة كبيرة من الملح، وطبعا حسب الرغبة، و2 معلقة كبار من الثوم المفروم، و2 معلقة كبار من الخل. هقلب الشاورما وهغطيها وهحطها في التلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين، وكل ما قعدت في التتبيلة مدة أطول كل ما هتدينا نتيجة أفضل. وهنا هبدأ أجهز مكونات الشاورما، عبارة عن بصل وطماطم وبقدونس، والكمية بتكون حسب الرغبة. هبدأ أقطع البصل شرايح، وهقطع الطماطم مكعبات صغيرة، وهقطع البقدونس مفروم. وبكده جهزنا مكونات الشاورما. هبدأ أجهز سلطة الطحينة. هرج الطحينة كويس قبل الاستخدام. هستخدم 3 معالق كبار من الطحينة، هضيف اللبن الدافئ تدريجيا لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. هضيف ربع معلقة صغيرة من الفلفل والكمون والملح والشطة اختياري، ومعلقة صغيرة من الخل وعصرة ليمون. وممكن تستبدلي اللبن بالمية الدافية. وكده خلصنا الطحينة وبقت جاهزة. هنجيب طاسة فيها كمية مناسبة من الزيت والسمنة، وأول ما تسخن هننزل بالشاورما بعد طبعا ما قعدت أطول وقت في التتبيلة. هنضيف معلقة كبيرة من اللية، واللية هنا هتدي طعم حلو قوي للشاورما.
هضيف نص الكمية من الخضار المتقطع، البصل والبقدونس والطماطم. وبعد حوالي 10 دقايق هتكون اللحمة استوت. هضيف باقي المكونات. بجد الريحة فظيعة، كأني في المطعم بالظبط. وبكده خلصنا وصفة الشاورما. قد ايه كانت سهلة وسريعة. اتمنى تجربوها وتقولولي رأيكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان دايما تشوفوا كل وصفاتي الجديدة. واشوفكم في فيديو جديد.